يوم جديد يدخل على أرض الدوخلة. إنه اليوم الرابع، ومعه تزداد حصيلة الزائرين ويزداد الجهد لتأمين سلاسة وصولهم إلى المكان. انتقلنا أولا إلى اللجنة المنظمة لكي نرى عملهم قبل تجولنا في المهرجان. دورها برا الحمد لله، من مخطط الدوخلة لقريب مستشفى مستوصف الجديد الحكومي الآن. فالشباب قايمين بدورهم، مني من شيشة البنزين وجاي من هنا للدوخلة، ومن هنا من البلدية السابقة لحد هنا. الشباب كلهم موزعين على المناطق دي وكلهم قايمين بدورهم الحمد لله، مقسمين لفرق، كل فرقة عندها رواد وجهزة علشان نتواصل بين بعض. عندنا 6 مشرفين برا، كل واحد عنده جهازه، مقسمين ناس في قسم مخطط الدوخلة مشرف ولجنته مجموعته، والثاني يجي في راس الدوخلة هنا مجموعته ولجنته، وواحد شمال الدوخلة بلجنته شماله، وشيشة البنزين مع محطة البلدية السابقة مشرف ومجموعته. يعني جدا حتى ينظمون متعاونين يعني وخلوقين وما شاء الله. يعني طبعا زحمة، لازم يكون في منظمين أكثر بعد من هذا العدد، بس الله يعطيهم العافية يعني. على العموم صراحة في شرف يعني حسب ساعات نواظب للساعة 1 في الليل، الساعة 1:30 على حسب الموجودين. إذا خلصوا الجماعة كلهم نطلع على حسب. في بعض الأوقات تجيك وما في ضغط، في بعض الأوقات تجيك ضغط على حسب. احنا اليوم اللي صاير ضغط لأن خميس الجمعة، الواحد يتقارب كل شيء. المقهى الشعبي هو أحد محطاتنا اليومية، وذلك لما له من جاذبية وخصوصية في نفوس الزائرين. واليوم قد ضم حدثا مهما في المهرجان، فقد زاره كلاما الفنان خالد البريكي والفنان أحمد السلمان. قدمت خلاله إدارة المقهى هدية تذكارية للضيوف، كما التقطوا الصور التذكارية معهم. تجهيز القهوة الساعة 9 صباحا، على الساعة 2:30 نكون جاهزين. الساعة 3 نبدأ نباشر الزباين، نباشر زوار القهوة. طبعا القهوة تقدم القهوة العربية البيضاء، القهوة العربية المرة، نقدم الدارسين اللي هي القرفة، نقدم الشاي ونقدم الليمون. بالإضافة إلى عندنا شيء جديد مميز اللي هو شاي البنبر، نقدمه إلى ما يقارب من أكثر من 6000 زائر يوميا. والأمس احتفينا بالفنانين الكويتيين وعملنا لهم حفلة خفيفة مبسطة في القرية حتى نوريهم الكرم السنافسي ونوريهم أيضا الأجواء الشعبية السابقة اللي الآن للأسف شديد ما نعيشها، غير موجودة.
كما هي العادة سنأخذك الآن إلى خيمة ثقافية، ولطالما أنت في أرض الدوخلة فأنت في أرض السنابس، مهد الشعراء ستلتقي من خلالها مع الشاعر والباحث الأستاذ يوسف آل بريه في أمسية يتحدث خلالها عن تاريخ الموال وعن ديوانه الأخير روحي سفينة عشق. في أول موال بدأ وهو موال رباعي. قالت يا دار أين ملوك الأرض، أين الفرس، أين الذين حموها بالقنا والترس. قالت تراهم رما تحت الأراضي الدرس، سكوت بعد الفصاحة ألسنتهم خرس. طبعا قالوا أنها كانت تذكر في نهاية كل مقطوعة كانت تقول هذا المقطع وغراب البين أتى ورفرف حوالي، وكانت تعدد في نهاية كل مقطع يا موالي. وهذا الرأي طبعا هو الرأي الأقرب إلى الصواب لأنه موثق بقصة، وهذا الرأي هو الذي عليه له السيوطي في كتاب الموشح ذكره، وهو الرأي الأقرب إلى الصواب. الرأي الثاني يقول أن أهل واسط بالعراق الواسطيين هم مخترعوا هذا الفن، ولأنه كان سهل التناول وكان مألوفا تعلمه العبيد، عبيدهم الذين ماذا يعملون في سقي الأنهار وفي النخيل وفي تأبير النخل، فكانوا هم يرددون ويتغنون بهذا النوع من الشعر، كانوا يقولون يا موالية هم يعملون ويقومون بهذه الأعمال، فعرف هذا باسم موالية. وهذا الرأي عليه أيضا جملة من الباحثين من أبرزهم ابن حجة الحموي ذكر هذا المعنى في كتابه طبعا بلوغ الأمل في فن الزجل، وأيضا ذكره أيضا عبد الكريم العلاف المحقق المعروف في كتابه الطرب عند العرب. هذه أبرز الآراء التي قيلت حول نشأة الموال. أما كيف تطور الموال؟ فالموال أول ما بدأ رباعيا وهو الأصل، كان يبدأ من 4 أشهر، وبداية الموال ذو 4 أشهر اختلفت، بعضهم تكون فيه القافية متحدة يعني ذات قافية واحدة في 4 الأشهر. مثال قول الشاعر، استحضرت مثال لعله يكون جميلا، يقول فيه ألا قم، هو قريب إلى الشعر العربي، ألا قم بنا أيها الساقي فناجينا، واشرب من القهوة الشقرى فناجينا، نحن الذي إن دعا داعي فناجينا، وفي الحمى إن تسل عنا فناجينا. ثم كتب أيضا الموال الرباعي ولكن بقافيتين، يعني كل قافيتين تعتمد ماذا؟ جناسا معينة، كقول الشاعر مثلا وحد يا بدر تغريبك تغريبي لا تتبع الناس، تغريبك وتغريبي يخلي المقادير تجريبك وتجريبي، تنظر الناس تجريبك وتجريبي. هذا هو الموال الأصل وكان رباعيا. لم ننتهي بعد، هناك الكثير في أرض الدوخلة. نلتقي بكم غدا، مني أنا زكريا حسن، الدوخلة.